اول ما بتسمع اسم القاهره بيجي في دماغك لا مش عمرو دياب يا خفيف. اللي بنى القاهره هو القائد الفاطمي جوهر الصقلي، وده الامر من الخليفه المعز لدين الله الفاطمي، وما كانش اسمها القاهره كمان. يعني يا ابو حميد القاهرة اللي غنى لها عمرو دياب، القاهرة ونيلها ما كانتش اسمها القاهرة. سماها جوهر الصقلي المنصورية بعد انتشاره على الإرشاديين عشان تكون رمز لخروج مصر من أيدي السنة ودخولها في أحضان الشيعة. اسم القاهرة دوت اللي سماها المعز لدين الله الفاطمي لما جه الدنيا، حسبي الله ونعم الوكيل، لا هتغلط هنغلط يا، وقرر ان هو ينقل الخلافه من افريقيا اللي هي تونس حاليا الى الدنيا. شاف المدينه اللي بناها القائد بتاعه جوهره الصقلي، بس شاف ان اسم المنصوريه مش لذيذ، فقرر انه يغير اسمها ويسميها القاهره على اساس ان هي هتقهر الارض كلها. كان طموح، مش كده وبس، ده قرر يحوطها ب8 اسوار من كل النواحي، وعمل 8 ابواب ليها، اللي هو كان باب النصر وباب الفتوح من ناحيه الشمال، ناحيه الجنوب باب البراقيه والقراطين، وباب زويله وباب الفرج وباب سعاده وباب القنطره. علشان كده المصريين طلعوا مثل امشي جنب الحيط، لان القاهره ما كانش بيعيش فيها اي حد.